ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من الكورة مع الكوير. في بداية الحلقة نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة وندعي أمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة. حابب أتكلم النهاردة عن موضوع، هنتكلم في عدة مواضيع، هنتكلم كتير يعني، بس حابب أتكلم عن موضوع المنشطات وعينة المنشطات، وطلع كلام كتير. أصلا قانون الفيفا لازما 3 لعيبة يظهر تحليلهم بعد الماتش، مش قبل الماتش. في تحليل بيتعمل قبل الماتش وفي تحليل بيتعمل بعد الماتش. لازم 3 عينات تطلع ايجابيه عشان البطوله تنسحب من الفريق، غير كده البطوله ما بتنسحبش. اللاعب اللي بيتعاقب طبعا عندنا في ماتش الاهلي والزمالك بتاع السوبر الافريقي، في 4 لعيبه من الاهلي عملوا عينات و4 من الزمالك، ده قبل الماتش. وفي 2 بعد الماتش من الاهلي و2 بعد الماتش من الزمالك. ال4 لعيبه ايه هما؟ من الاهلي كان عطية الله وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى شوبير. من الزمالك محمود بنتايك والزناري ومحمد صبحي وناصر ماهر. دول قبل الماتش ودول قبل الماتش. اللي بعد الماتش حصل من هنا 2 ومن هنا 2 لعيبه من هنا و2 لعيبه من هنا. 2 لعيبه من الاهلي طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير. 2 لعيبه من الزمالك عبد الله السعيد ومشلاك. فخلينا متفقين كده، القانون واللائحه بتقول لازما 3 لعيبة، وبعد المباراة بيحصل 2 لعيبة بس اللي بيحللوا، زائد لو في لاعب اتطرد، لاعبين اتطردوا، 3 لعيبة اتطردوا، كل دول لازما يحللوا. 2 اللعيبة اللي هم يختاروهم مع الطرد. مفيش طرد خلاص، يبقى هما 2 لعيبة قصاد 2 لعيبة. فكده حكاية ان السوبر هيتسحب من الزمالك، وفي ناس كتيرة بتلعب على الحتة دي وبتلعب على عاطفة الجمهور، بتلعب على جمهور الاهلي وبتلعب على جمهور الزمالك، ان السوبر ممكن ينسحب. مفيش حاجة اسمها السوبر ينسحب كده. لو في اي عينة طلعت ايجابية، العقوبة هترجع للعيب بس، هتتوقع على اللعيب بس، مفيش عقوبة على النادي. مفيش عقوبة على النادي. يعني نفترض ان الزمالك طلع عنده عبد الله السعيد العينة بتاعته ايجابية ومشلاك، خلاص هما الاتنين هيتعاقبوا بس. الاهلي نفس، انا ليه بس بقول الزمالك؟ ان عشان الزمالك هو اللي واخد البطوله، وكل الكلام ان البطوله مش هتنسحب. مفيش حاجه اسمها البطوله تنسحب. البطوله تنسحب في حاله لما يبقى في 3 لعيبه. دلوقتي كده هي الحاله، هي بتقول ان في لعيب واحد، دي تسريبات. يعني دي تسريبات طالعه من الاتحاد الافريقي. تسال اي حد من مسؤولين الزمالك يقول لك مفيش حاجه جت رسميه. تسال اي حد من مسؤولين الاهلي يقول لك مفيش حاجه جت رسميه. كل دي تسريبات. واللي سربها مين؟ هاني حتحوت، الاعلام المعروف في قناه صدى البلد. هاني حتحوت كان متواجد في القرعة بتاعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يعني كان متواجد داخل الاتحاد الأفريقي. هو اللي طلع وصرح وقال كمان اسم اللعيب محمود بنتايك. طبعا طلعت الشركة بتاعته، الشركة الراعية ووكيل أعماله، قال لك إحنا هنقاضي كل ما نشوه صورة إيه اللاعب بتاعنا. يعني كده القصة دي محسومة، ومفيش حاجة اسمها إن العينات اتسحبت وفي لعيب واخد منشطات لسه ما فيش حد يعرف، لسه العينات ما جاتش، لسه النتيجة ما طلعتش. دي كلها تسريبات، تسريبات من داخل الاتحاد الافريقي. فما فيش حد يلعب على العاطفة بتاعتك يقول لك النتيجة هتنسحب ومش هتنسحب، مفيش الكلام ده. نيجي للخبر التاني، الاهلي يوقع عقود مواجهة ريال مدريد في موسم الرياض. الاهلي هيلعب مع ريال مدريد وفرقتين كمان سعوديين، وهيحصل على 8 مليون دولار في موسم الرياض في شهر يناير. يعني طبعا اخواتنا الزملكاويه دلوقتي زعلانين، يقول لك احنا ابطال السوبر، وهم ابطال السوبر ايه بس اللي انتوا بتتكلموا فيه؟ فين بطل القاره؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي. فين بطل قاره اوروبا؟ ريال مدريد. عرفت مين اكبر قلعه رياضيه؟ مش عرفت مين اللي اسمه بيتحط جنب الانديه العالميه؟ عرفت؟ الاهلي يوقع عقود رسميه بمواجهه ريال مدريد في شهر يناير. دي اقاويل طالعه كتير كده، تحت رعايه المستشار تركي آل الشيخ في موسم الرياض. وهيقابل كمان فرقتين سعوديين.
تبقى ايه بطولة صغيرة كده 3 ماتشات، وهيحصل على 8 مليون دولار. نيجي للخبر التالت، فوز فريق 2005 للأهلي، فريق شباب 2005 على فريق شباب 2005 الزمالك في 100 عقبة في عقر دارهم 3-2 بعد احتواء الحكم للزمالك. الماتش النتيجة كانت 2-1، الحكم حسب 8 دقايق، 8 دقايق المفروض تلعب للدقيقة 98، الأهلي جاب جون، بقت النتيجة 3-1. الحكم يسكت؟ لا، يحسب ضربة جزاء للزمالك من وحي الخيال، بقت 3-2. الحكم لعب لغاية الدقيقة كام؟ لغاية الدقيقة 101، يعني لعب 11 دقيقة وهو حاسب 8 دقايق. ويجي في الآخر الاسطوانة بتاعتهم المعروفة يقول لك الحكم ده الجون الأولاني بتاع الأهلي فاول، ده احنا لينا 3 ضربات جزاء. يا عم انت بتربي اللعيبة على ايه؟ اللعيب يبقى نايم في بيته وعارف انه رايح الماتش وخسر، خلاص هو عارف هو عنده ايه. التحكيم والاسطوانة معروفة، سواء في الفريق الكبير او فرق الناشئين، كل الكلام واحد. انتوا بتربوهم على كلام يقولوا بقى، خلاص كده مش هيبقى عنده عزيمة وحافز ان هو يكسب. خلاص هو عارف ان هو لو خسر هيطلع يقول التحكيم، زي المدربين اللي انتوا بتجيبوهم بالظبط. حتى مدرب فرقة 2005 طلع قال لك احنا لينا 3 ضربات جزاء، وتسأل اي لاعب منهم حافظين هو الكلام واحد، سيستم واحد، احنا لينا 3 ضربات جزاء والجون الاولاني بتاع الاهلي فاول. كل اللعيبه كده بالمدرب بتاعه. انت فرقه خسرانه 2-1 لغايه الدقيقه 90 وجي فيك الجون التالت وبتدور تقول لي ضربه جزاء وثلاث ضربات وفاول وعلى في عقر دارك. يعني الحاجه بقى المؤسفه ان بعد الماتش لعيبه الاهلي بتحتفل في اوضه اللبس، قافلين على نفسهم وبيحتفلوا وبيهيصوا عادي زي اي فرقه بتكسب، واي حد بيحتفل جوه اوضه اللبس. يجي اعضاء الجمعيه العموميه بتوع نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر يشتموا فيهم وعايزين يفتحوا عليهم الباب ويكسروا عليهم الباب. يقول لك بطلوا بطلوا بطلوا، عايزينهم ما يفرحوش. ليه ما يفرحوش؟ ليه لازم يفرحوا؟ يعني لازم يفرحوا ليه؟ ما يفرحوش ليه؟ انت عندك فرقه السيدات كسبتكم و2005، ويعني في فيديو كمان متداول على السوشيال ميديا في مباراة الزمالك والاسماعيلي ناشئين برضو، عامل في نادي الزمالك ماسك شكارة كده فيها ملح وعمال يرش في الملعب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعلموا الاولاد ايه؟ هو السحر بيتفك بالملح؟ السحر مذكور في القرآن وكل شيء، ما قلناش حاجة. هو بيتفك بالملح؟ يعني انت لما ترش الملح كده فكيت السحر؟ امال لما في الناشئين بتعمل كده، امال في الفرقة الكبيرة بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انتوا بس ايه يعني شاطرين في العبارات واللافتات ونادي القرن الحقيقي ومرتضى منصور عايشكوا الوهم ان انتوا نادي القرن الحقيقي، بقيتوا ترددوها شويه. وجه انكل حسين لبيب، انا اكبر قلعه رياضيه في مصر. بأمارة ايه اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ بأمارة ايه؟ ده حتى كشر ابو طارق على صفحته الرسميه نزل قال لك انا قلعه اكبر قلعه كشري في مصر. حتى مانشستر يونايتد قال لك انا اكبر قلعه رياضيه في انجلترا واوروبا. كله بقى يتريق على الزمالك. استون فيلا قال لك انا اكبر قلعه رياضيه في بريمنجهام. ختافي قال لك انا اكبر قلعه رياضيه في مدريد. خلاص بقى، ما هي كلها بقت اكبر اكبر اكبر، كلها بقت بالكلام، مفيش فعل، كله بقى بالكلام. ايه كده بطوله يعني بالنسبه لكم؟ خلاص كده بطوله، احسبوها بطوله، احسبوها بطوله. يعني الاهلي يتفوق عليكم فريق 2005 وتقولوا التحكيم السيدات، وطلعتوا برضه تقولوا التحكيم وكانت في لاعيبه موقوفه ولعبت مش الاهلي اللي يغلط الغلط الاداري ده، ان تبقى في لاعيبه موقوفه ويلعبها، مش الاهلي. اعرف انت بتقابل مين. انت لو الزمالك ركز في نفسه ما بصش للاهلي هيتفوق على الاهلي، بس للاسف هو الطالب الناجح عندنا كده. الاهلي ده زي الطالب الناجح في وسط مجموعه فشله، كله باصص له. مش كل واحد يبص لنفسه انا هبقى زي ده، لا، كله باصص لده هو ناجح ليه. احنا كلنا فشله، ده لازم يبقى فشل زينا، بس مش هتحصل طول ما جمهوره وراه. طول ما جمهور الاهلي وراه مش هتحصل.
هي دي بقى مقولة الايه، الاهلي فوق الجميع. مش بعض الناس بتفسرها غلط، تقول لك يعني ايه الاهلي فوق الجميع؟ الاهلي فوق من اصغر مشجع لرئيس النادي، الاهلي فوقيه، فوق اي حد فيهم بقى. هي دي مقولة الاهلي فوق الجميع. عرفتوا بقى الاهلي فوق الجميع، احنا مش بنقول اشعارات وخلاص. هي دي مقولة الاهلي فوق الجميع. الخبر الثالث معانا تصريحات احمد علي مهاجم الاسماعيلي والزمالك والمقاولين السابق. طلع قال لك تصريح خطير جدا على القناة الأولى المصرية مع مذيع كريم رمزي. قال لك 90% من المدربين المصريين ما بيفهموش حاجة عن التدريب ولا يعرفوا أي حاجة عن كرة القدم. تصريح خطير. بيقول له زي مين؟ قال له أنا مش هقول لك زي مين. أنا كان معايا مدرب كان بيقعد يشاهد التدريب من بره، يعني أنا مدرب رحت التدريب قعدت بشاهد عليهم التدريب من بره، بتاع الإحماء شغال تدريب، ما بعملش خطط، ما بعملش جمل، ما بتكلمش في حاجة. التدريب يخلص خلاص، نيجي تاني يوم التدريب يخلص خلاص، نيجي تالت يوم التدريب، باجي قبل الماتش بيوم بعلن التشكيل وبجمعكم بقول لكم الكرة مش صعبة، الكرة واحدة والتانية وكرة طويلة وهتكسب. فأحمد علي كل الكلام ده على لسان أحمد علي. أحمد علي قال لك كده وكده وهنكسب. كنت بجمع اللعيبة الكبيرة اللي في الفرقة ونجمع اللعيبة ونحتوي اللعيبة ونبتدي بقى ايه، نقول خطة نلعب بيها. هنعمل ايه؟ ما هو المدرب مالش خطط، المدرب جاي يعلن التشكيل وقال لك ان المدرب ده مسك في منتخب مصر. عشان تعرفوا الكرة عندنا بتدار ازاي. يعني دي تصريحات خطيرة جدا جدا من احمد علي. يعني الواحد اقسم بالله الله يكون في عون الكرة المصرية. اه والله الله يكون في عون الكرة المصرية. الكرة المصرية لو ما فيهاش فرقة زي الاهلي ما كانش هيبقى في حاجة اسمها مصر في الكورة. نيجي بقى الموضوع يوسف حسن لاعب نادي الزمالك. يعني ايه لعيب يبقى عنده اصابة من شهر 2 شهر فبراير لغاية شهر 10 ومحدش يرد عليه؟ ليه؟ قال لك انا مصاب من شهر 2، قعدت في البيت 3 شهور واتصل عليهم في النادي محدش بيرد عليا، واتصلت بالكابتن هشام نصر ومحدش بيرد عليا. لما عملت بوست لقيتهم بيكلموني في النادي بيقولوا لي تعالى. رحت للكابتن حسين لبيب، قال لي احنا هنعمل لك العمليه، شوف انت عايز تعملها مع الدكتور مين وهنعمل لك العمليه. راح وعمل العمليه مع الدكتور خالد الشناوي، وفوجئ بعدها بشهرين وهو في البيت ان الدكتور بيرن عليه بيقول له يا يوسف محدش بعت لي فلوس العمليه. هي دي اكبر قلعه رياضيه في مصر. انتوا شايفين كده؟ سبحان الله، انتوا طلعتوا بالاسم من هنا واكبر قلعه رياضيه في مصر طلع عليكم كلام. يعني حتى في ناس زملكاويه مش عاجبها، يعني في صحابي زملكاويه مش عاجبها. بيقول لك ايه ده؟ هو كده بيداري على المشاكل اللي في الزمالك؟ احنا بقى نقعد نتكلم وانتوا كاهلاويه مش هيعجبكم وتردوا علينا ونقعد نتكلم وبيداري على المشاكل اللي على الزمالك؟ ليه؟ ايه اكبر قلعه على ده؟ ليه تعمل في لعيبه عندك كده؟ وبعدها الدكتور احمد اسامه دكتور فريق الزمالك يتصل عليه يقول له تعالى اعمل التأهيل عندنا في النادي. ويوسف يروح وبيجري حوالين الملعب، يروح له الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك يقول له جوميز مش عايزك تلف. قال له هو جوميز يعرفني منين؟ عشان لو لعيب كبير دلوقتي ومصاب وبيعمل تأهيل دلوقتي وبيجري هيقول له ما تلفش حوالين الملعب، ما تجريش حوالين الملعب. اللي بيحصل في الزمالك ده والله العظيم يا حزي، اقسم بالله يا حزي، مع اني مشجع اهلاوي بس بيحزن والله. المفروض اللاعب اللي يعني حتى والدته طلعت عيطت على التلفزيون قالت لك يوسف قعد، يعني لعيب يبقى متصاب من شهر 2 لشهر 10 وقاعد في البيت والزمالك ما يسألش عنه؟ ده المفروض اللاعب لما بيتصاب النادي بتاعه بيصفره وبيعالجه، مش الزمالك ما يسألش عنه ليه؟ والكابتن عبد الواحد السيد يروح له يقول له جوميز مش عايزك تجري حوالين الملعب. بيقول له هو جوميز يعرفني منين وازاي ما اجريش حوالين الملعب؟ انا مش لاعب مصاب. بيقول لك جم كتبوا القايمة وبعتوها وما بلغونيش قبليها ان انا بره القايمة. ادي نادي الزمالك.
وادي اللي بيحصل في نادي الزمالك. ليه اللي بيحصل؟ طبعا في النهارده مباراة مصر وموريتانيا الساعة 7 في تصفيات كأس أفريقيا، الساعة 7 على البين سبورت 2. عندنا محمود الخطيب عمل اجتماع مع الكابتن محمد رمضان مدير الكرة والمدير الرياضي بخصوص الجناح وصفقة المهاجم. أنا من هنا بقول لك محمد علي بن رمضان أهلاوي، وبكرة تفتكروا كلامي ده. محمد علي بن رمضان أهلاوي، وهيجيب صفقة كمان من زد جناح، يا البنوبي عبد الرحمن البنوبي يا إما مصطفى زيكو. بس محمد علي بن رمضان أهلاوي، افتكروا كلامي ده. محمد علي بن رمضان أهلاوي 100%. لسه فاضل 15 يوم عقبال ما القيد يقفل. محمد علي بن رمضان أهلاوي. وفي لاعب تاني مرشح، لاعب برتغالي اسمه سيرجينيو بريرا، ده عنده 23 سنة، جناح، طوله 183 سنتي، اتولد في لشبونة في البرتغال، قيمته التسويقية مليون يورو، بيلعب جناح يمين وجناح شمال. يعني لسه ما نقول لنادي فايبورج الدنماركي لعب معاه نص موسم. الموسم اللي فات لعب معاه 34 مباراة، كان بيلعب كبديل وأساسي وكده، يعني في حدود مثلا كمجمل 21 مباراة أساسي. يعني المعدل من ال 34 مباراة استخلصنا منهم ال 21 مباراة دول. الوقت اللي هو لعبه الفعلي 21 مباراة، سجل 4 وصنع 9. الموسم اللي احنا فيه دوت في بدايته يعني لاعب 13 مباراة، جايب كام هدف بقى؟ جايب 3 أهداف وعامل 11 اسيست، يعني 14 مساهمة مع فرقته في 13 مباراة الموسم دوت. كان منتقل للنادي دوت ب 500 ألف يورو، دلوقتي قيمته التسويقية مليون يورو. أنا بتمنى إن اللعيب دوت الأهلي يجيبه. لعيب 10، لعيب حكاية، مساحات ضيقة وترقيصه، بس يا رب يجي ويمشي مع منظومة النادي الأهلي، لأن مش أي حد يلبس التيشيرت الأحمر ده، التيشيرت ده، ويلعب كرة ويمشي مع الفريق. مش أي حد يلبس التيشيرت ده. شفنا لعيبة كبيرة جت ولعيبة كتيرة جت وما عملتش أي حاجة. يعني بيرسي تاو ده قبل ما يجي الأهلي كان حكاية، لما جه الأهلي بقى متعرفش فيه إيه، في حاجة بتحصل غريبة أنت ما تعرفهاش. فيا رب يا رب الأهلي يحط عينيه على اتنين تلاتة لعيبة حلوين يجيبهم قبل ما الميركاتو يقفل. وعندنا النهاردة في مباراة الأهلي وحرس الحدود، مباراة ودية في التتش. المباراة الساعة 5 بس غير مذاعة بأوامر من كولر. وبعد الماتش بعد المباراة ديت من بكرة محمد رمضان هيفرض السرية التامة وهيعمل معسكر مغلق حتى مباراة السوبر. طبعا كلنا عارفين مباريات السوبر يوم 20 الأهلي مع سيراميكا الساعة 8 مساء، والزمالك مع بيراميدز الساعة 4 مساء. طبعا النادي اشمعنى قال لك اشمعنى الأهلي يلعب الساعة 8 وانا العب الساعة، لازم أي حاجة يتكلموا فيها لازم. قال لك اشمعنى الأهلي يلعب الساعة 8 وانا العب الساعة 4. قدموا طلب طبعا، بس مش هينفع اقدم طلب ان الماتش يتأجل ساعة، يبقى الساعة 5. ايه المشكلة 4 من 5؟ مش هتفرق كتير. دوت اسمه نادي اشمعنى، انا مسميه نادي اشمعنى. نادي الزمالك ده نادي اشمعنى. والنهائي ان شاء الله هيبقى يوم 24، والتالت والرابع يوم 24 برضو الساعة 4، والنهائي الساعة 8. انا بتمنى ان الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي، بس الزمالك لسه لعب ماتش ودي امبارح مع بتروجيت، خسر 2-1. وبيراميدز عامل معسكر في تركيا وكان بيلعب فرقة من تركيا، كسب 18-0. طبعا ده كله عامل قلق داخل نادي الزمالك. فربنا يسهل والزمالك يكسب ويجيلي في السوبر. انا مستنيه بقى، انا مستنيه في السوبر. خلاص المباراة اللي هيعيشوا عليها 30 سنة خلصت وانتهت بضربات الجزاء. انا ما كسبنيش في الملعب، كسبني بضربات الجزاء. المباراة دي هيعيشوا عليها 30 سنة. يعني احمد بدال لسه مصرح تصريح قال لك انا خايف يروح الامارات بكاس السوبر الافريقي ياخدوه معاه. يعني سبحان الله.
سيف زاهر طلع قال لك الاهلي شبه انهى التعاقد مع صفقة هتبقى حديث الشارع الرياضي الكروي، صفقة تحت رؤوس الحربة في الثلاث اماكن اللي تحت راس الحربة. طب هي مين يا عم سيف؟ قال لك معرفش. صفقة هتزلزل الوسط الكروي. انا بقول محمد علي بن رمضان اهلاوي. محمد علي بن رمضان اهلاوي. محمد علي بن رمضان اهلاوي. يقول لك وبكره تفتكروا كلمتي دي، محمد علي بن رمضان اهلاوي. وفي لاعب كمان برضه مرشح للاهلي، مهاجم كونغولي بيلعب في يانج بويز السويسري، عنده 28 سنة، جايب لعب 27 مباراة، جايب 12 هدف وعامل 3 اسيست. ده لاعب كونغولي، القيمة التسويقية بتاعته 1,200,000 يورو. لسه بقى مش عارفين، بس أنا بقول لك محمد علي بن رمضان أهلاوي. نصلي على النبي ونزيل النبي كمان صلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.